مغني الراب الجزائري لطفي دبلكانو، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج سوا ماجازين. انتظرنا هذا اللقاء طويلا. شكرا على الاستضافة. لطفي، أنت درست هندسة الجيولوجيا، ودائما يعني هناك تساؤل كبير: ما الذي دفعك إلى طريق المشاكل، دعنا نقول مواجهة قضايا المجتمع والسياسة عبر فن الراب؟ هو يعني بعد الدراسة في الجامعة 5 سنوات في الجامعة، كل طالب جزائري ولا كل جزائري حيمر بسنوات تاع بطالة، وهذه البطالة يعني يجب على الإنسان أن يملأ الفراغ اللي حيكون عنده في هذه الأوقات. فللأسف هناك من ملأ هذا الفراغ بالمخدرات، وهناك من ملأها بالهجرة، وهناك من ذهب يعني كل إنسان اختار طريقه. احنا يعني كتب الله لنا أن اخترنا هذا الفن يعني واخترت التعبير عن طريق الراب، يعني الشعر القصير المغنى. يعني هل ترى أنه يمكن أن يتأصل في العالم العربي؟ نعم، يعني ما شاء الله، يعني الآن يعني كاين مغنيين في مصر، وكاين مغنيين في فلسطين، في لبنان، كاين راب في تونس، في الجزائر، في المغرب، يعني في ليبيا، في موريتانيا. يعني الآن أصبحت يعني ما هيش موضة، إنما أصبحت يعني تابعة للثقافة. يعني ما الذي يجعل يعني هذا الأسلوب بالتعبير يعني وسيلة لشباب مثلكم أنتم مغنو الراب؟ يعني لأنه هذا النوع من الغناء نستطيع من خلاله التطرق إلى عدة مواضيع ويتحدث عنها، يعني إما عن طريق النقد، إما عن طريق يعني إعطاء الرأي الخاص. فهناك أنواع أخرى، أغاني متخصصة في الحب والعشق والغرام، لا تطرح المشاكل يعني الاجتماعية تاع الشباب. نعم دبلكانو، نحن نستمع الآن إلى أغنيتك الأخيرة قنبلة في حرية التعبير، لا بوليتيك دي بوند، سياسة اللصوص. تبدو في قمة الملل عندما كتبت: من بكري نشوف نفس الصورة ونفس العبارات. يبدو المشهد كئيبا جدا بالنسبة لك. للأسف الشديد طبعا أنا لا أعتز بهذه الكلمات، لأنها يعني أنا أكتبها بحسرة. يعني نفس الصورة، نفس الروتين، نفس السيناريو، عبارة يعني يشاهد إلا الممثلين اللي قاعدين يتغيروا، اللي راهم يتغيروا. يعني الوزير اللي ما كانش يرجع هو الوزير، ونفس يعني نفس السياسة، وللأسف نفس الضحايا ونفس الشباب اللي قاعد تضيع. سيد الرئيس، نكتب لك لأول خطرة مملكة عن بالي يد الخطوة راي خاطرة. خاطرك كان قالوا لي اسكت أنسي جامي تصرى لك مشكلة تعود تقول والشجرة الإيراني. مشني جاي نمدح بالمشاعر ومشني جاي نسب باش يقولوا هي 7 ألبومات من لطفي دبلكانو حتى الآن، ومقاربات خاصة لعدة موضوعات: هجرة الشباب إلى أوروبا والمخدرات. ألا ترى أن هناك يعني مسؤولية ما تقع على عاتق الشباب أنفسهم بالنسبة لهذه القضايا، ليس فقط مسؤولية مجتمع ومسؤولين؟ طبعا كل واحد مسؤول. يعني الأب مسؤول على تربية الأولاد، الشاب مسؤول على الدراسة، لا ينتظر من الأستاذ في الجامعة أن يكفيه. إنما المشكل أنه في بعض المجتمعات، حتى نقول عربية أو دول العالم الثالثة، هي تعطل حتى هذه بعض المجهودات تاع الشباب تسعى أن تحقق بعض الإنجازات الخيرية كأعمال خيرية أو كأعمال توعوية، تعطلها من باب أنها تتحول إلى سياسة وإلى مطالب وإلى حقوق. يعني لا فرص، ولكن يبدو أن هناك يعني فرص على الأقل الحب. أنت اخترت فن الراب للتعبير عن موضوعات اجتماعية جدية وعامة، لكن أيضا تحدثت عن تيمة أو غنيت لتيمة الحب. وفي شمال أفريقيا أنتم تستخدمون تعبير بنت بلادي. يعني أحسد صبايا بلاد المغرب على هذا الأسلوب الجميل في التعبير عن التقدير والدلال. حدثنا عن بنت بلادي في خيال لطفي دبلكانو. والله احنا في الجزائر يعني في المجتمعات كما قلت شمال أفريقيا، العلاقة بين الشاب والشابة يعني بالنسبة لنا مقدسة، ونحاول أن ندومها. يعني ستكون علاقة لبناء مستقبل وعلاقة ولهذا فهي مقدسة. لما نقول بنت بلادي يعني هي الوحيدة يعني بالنسبة لي، يعني ما هي كيف الآخرين، ولا نعم. هي علاقة يعني أكثر جدية. يا شباب يا شباب يا شباب بنت بلادي، يا شباب يا شباب.
لطفي دبلكانو، أشكرك أولا على هذا اللقاء الجميل، وثانيا أشكرك جدا على إحساسك العالي بالناس وهموم الناس، ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا وتحياتي لكل طاقم عملكم. شكرا جزيلا. اكتب كلمة تكون عندها ألف معنى، قول في قلبك باللي حتى يا لهنا. عجل الناس البلاد، عجل عباد الكاد، عجل الظلم، عجل الهم، عجل الأعداء. ندير الراب خاطرك ولاد الشعب هنا يسحقونا، المملكة الأخرين ماذا فيهم يقتلونا. عجل الناس البلاد، عجل عباد الكاد، عجل الظلم، عجل الهم، عجل الأعداء. ندير الراب خاطرك ولاد الشعب هنا يسحقونا.